ايه هو الانفصال العاطفي وايه اسبابه او اعراضه؟ في حالات بيكون الطلاق فيها طلاق صحي جدا او حاله صحيحه جدا ان انا اخد فيها قرار الطلاق. في 12 علامه بتقول لنا ان احنا لازم ناخد بالنا ان احنا خلاص كده على وشك الطلاق. الطلاق في الاسلام هو حل عقده النكاح، طرف من الأطراف بيقرر الانفصال عن التاني. أثر الطلاق صعب جدا على الأطفال بتعاني معاناة لا يعلمها إلا الله، أكتر بكتير من الكبار، يعني الزوج والزوجة هم كمان قادرين يتحكموا في عواطفهم إلى حد ما، ولكن الأطفال بيكون واقع الطلاق مؤثر جدا وصعب جدا عليهم. النتائج والإحصائيات بتقول إن الرجالة فعلا هم أكتر ناس بتتضرر من الطلاق وأكتر ناس بتعاني صحيا وبتصاب بأمراض وضغوط نفسية كبيرة جدا بعد الطلاق. مش معنى إن حصل طلاق إنك فشلتي أو إنك تفضلي تجلدي في نفسك وتقولي أنا السبب، لو كنت عملت وكنت خليت. خلاص ما ينفعش، ده مش وقت اللي أنا أبكي فيه وأقول ألوم نفسي طول الوقت وإن أنا أجلد نفسي. الحياة ما بتنتهيش بالطلاق، الحياة بتبدأ بعد الطلاق حياة جديدة أبدأ فيها من الصفر بوعي، بمشاعر جديدة، بأفكار جديدة، بتطوير ليا ولحياتي ولحياة أبنائي كمان.